فيلمنا بيبدأ من دولة البرازيل مع شخص اسمه بيشوب، وهو في اليخت بتاعه مشغل المزيكا وبيشرب قهوته ودماغه عالية على الآخر. بعدها بيخرج وبيفعل قنبلة جوه اليخت بتاعه علشان لو حد دخل وهو مش موجود تنفجر بيه. بيركب الموتوسيكل وبيروح على المطعم اللي بيكون معروف فيه قوي. بعدها بتدخل بنت شكلها آسيوي تقعد معاه وبتقول له بدور عليك بقالي كتير أنا ورئيسي، عايزك تعمل 3 مهمات هتقتل فيهم 3 أشخاص، ولازم تبان في كل مرة إنها قضاء وقدر، ما تبانش إنها قتل، ولو ما وافقتش هبلغ عنك جهات وعصابات كتير أنت مطلوب عندهم وهم فاكرينك إنك ميت. وبنعرف ان بيشوب كان مختفي ومبين لكل الناس انه مات علشان يهرب من كل المشاكل. بيبص حواليه بيلاقي معاها ناس كتير قوي، فبيقول لها معلش هعمل تليفون، وبيطلع التليفون بتاعه وبيصورها ويقلب الترابيزه عليها علشان ما تطلعش المسدس ويضربها، ويدخل في معركه شرسه مع كل اللي معاها اللي بيطحنهم كلهم في مشهد قوي جدا بيظهر لنا فيه قوته ومهارته العاليه في القتال. بعد ما بيخلص عليهم كلهم بيبص على كاميرات المراقبة، بيلاقي ناس كتير قوي طالعة، فبيهرب وينط على تلفريك، فبتجري العصابة وراه ويركبوا هم كمان تلفريك، وبيكتشفوا ان بيشوب فوقيهم فبيضربوا عليه النار وبتطلع له البنت دي، لكن هو بينط على طيارة بلاستيك كانت معدية من بتاعة السياح. بيرجع بالليل على اليخت بتاعه وبيلاقي 2 واقفين عليه، فبيفجر اليخت بيهم. بعدها بيروح على المينا وبيدخل كونتينر معين وبيطلع شنطة فيها أسلحة وفلوس كتير وبيحرق الباسبور بتاعه. بعدها بالليل راح جزيرة في تايلاند لواحدة صاحبته اسمها ماري، بتوصله للأوضة بتاعته، وهو في الأوضة بيطلع شنطة فيها أسلحة وتليفونات كتير وعدة الشغل، وبيطلع اللابتوب بتاعه وبيعمل بحث عن البنت اللي كانت في المطعم، وبيعرف ان رئيسها واحد اسمه كريل. بعدها بتدخل بنت اسمها جينا على ماري تطلب منها شوية إسعافات أولية، وبتلاحظ عليها علامات ضرب كتيرة. بالليل ماري بتشوف يخت وعليه جينا وفي حد معاها طحنها ضرب، فبتروح بسرعة على بيشوب وبتقول له لازم تساعد البنت دي بأي شكل. طبعا بيشوب بيروح ويساعدها وبيطلع على اليخت وبيقول له سيبها. الراجل ده بيمسك له سلاح، لكن بيشوب بيقوم بالواجب معاه وبيشيل البنت دي ويديها لماري، وبيفتش اليخت وبيلاقي موبايل البنت دي عليه صورته، فبيفجر اليخت ويرجع لها وبيقول لها صورتي على تليفونك بتعمل ايه؟ انت شغاله مع كريل؟ فبتعرفه بكل حاجه وانها شغاله معاه فعلا، وان اللي حصل فيك ده كله فيلم عشان نتقابل انا وانت، ولما اكون معاك رن على رقم في تليفوني، وكريل بيضغط عليا علشان بيهددني بحاجه كده. بعدها بتكون معاه وبتقول له ان عندها مأوى للاطفال، وكريل بيهددني انه هيقتل كل الاطفال لو ما نفذتلوش اللي هو عايزه. بيشوب بيلاحظ ان في رجاله بعيد بتراقبهم. بعدها بيكونوا بيتمشوا مع بعض، بعد كده بيقربوا من بعض شويه، وبتتكلم معاه ان الاطفال اللي في المأوى هم اهم حاجه في حياتها. فبيقول لها انا كمان كنت يتيم واشتراني راجل عصابات انا وكريل اللي انت شغاله معاه، بس انا عرفت اهرب لكن هو ما عرفش، فمسكوا كريل وعاقبوه علشان كانوا فاهمين ان هو اللي ساعدني ان اهرب، وفي نفس الوقت برضه كريل بيكرهني علشان ما عرفش يهرب معايا وتعذب هو. وبيبتدي يقرب من جينا قوي. بعدها بتقول له هنعمل ايه؟ فبيقول لها هنهرب من ورا الجزيره، وبيديها ساعه ابو تذكار. الصبح بيكون واقف معاها على الشاطئ وبيجي لهم رجاله كريم تهجم عليهم، وبيدخل معاهم في معركه عنيفه لكن بيستسلم في الاخر، وبيكلم كريل في التليفون وبيقول له عايز اقابلك. المهم بنروح للمكان بتاعه وبتدخله السكرتيره وبتقعده على كرسي تحت منه متفجرات يعني ما ينفعش يتحرك من عليه. بيدخل كريل ويمشي كل الرجاله علشان بيشوب مش هيقدر يتحرك من على الكرسي، وبيدخل ويقول له انت الافضل في مجالك، لازم تنفذ لي 3 مهمات، وبيديله زر جواه اول واحد هيقتله اللي بيكون اكبر تاجر سلاح في افريقيا ومحبوس في سجن مشدد وحواليه رجاله بتحرسه بالسلاح، والسجن ده على تل كبير محاط ببحر مليان سمك قرش، وبيديله كبسوله علشان لما ينط في البحر بعد العمليه رجالته في المركب يعرفوا يلاقوه، ويقول له بعد كل عمليه هعمل لك مكالمه فيديو مع جينا، وبعد اخر عمليه هبلغك بتفاصيل مكانها. طبعا بيشوب بياخد بعضه ويطلع على ماليزيا مكان السجن بتاع اول عمليه قتل، وبنلاقيه بيدرس كل تفاصيل السجن اللي بيبان انه على تل عالي محاط ببحر مليان سمك قرش، وان الهروب من السجن ده حاجه شبه مستحيله. بيطلع ملفات اكتر الناس المطلوبه في ماليزيا علشان عايز يتقمص شخص منهم ويدخل السجن، وبيختار شخص عليه شم مميز وبيصور باسبور باسم الشخص ده. بعدها بينزل يشتري الاشياء اللي هيحتاجها في العمليه زي كريم بيبعد القروش ومواد متفجره، وبيبتدي يحط المواد المتفجره جوه علبه السجاير ويظبط كل الحاجات بتاعته كويس قوي. وبنلاقيه ماشي في المدينه وعامل نفسه سكران وبيتخانق مع الناس علشان بيبقى عايز الشرطه تاخده، وفعلا بتيجي الشرطه وتاخده وبتوديه على السجن ده. بيدخل يسلم كل الحاجه اللي معاه، والشخص اللي بيفتش الحاجه دي ما بيكتشفهاش. بعدها بيجي المشهد على السجن من فوق وكلام كريم وهو بيقول لبيشوب انها لازم تبان انها قضاء وقدر مش حادثه. بعدها بيشوب بيكون قاعد في السجن وبيسال واحد عليه، فبيقول له ده قايل وهو اللي بيدير المكان هنا وقتل ناس كتير قوي، وفي ناس كتير قوي هنا بتحاول تقتله، والراجل اللي قدامك هناك ده كان مساعده في يوم من الايام، بس قايل قتل اخوه وهو عايز حاليا يقتله باي شكل. فعلا بنلاقي الشخص ده بيحاول يقتله
لكن بيشوب بيلحقه في اخر لحظه وبينقذه. طبعا كايل بيستجدعه وبيعزمه على العشاء. لما بيروح له بيشوب عشان يتعشى معاه بيدخل يتكلم معاه، ومره واحده بيهجم عليه ويقتله ويحط له سم في الاكل وياكله له علشان يبان انه مات من الاكل. وبيخرج بيشوب بسرعه وبيطلع المتفجرات بتاعته ويحطها في السور، وبيدهن نفسه بسرعه بالكريم اللي بيبعد سمك القرش عنه. ومره واحده بنلاقي السور انفجر، وبيشوب بيحاول يوسع فتحه السور علشان يعدي منها، وبيطلع منه بيشوب بسرعه وبينط في الميه، والجنود بتضرب عليه رصاص. وبيبعت رساله كريل للمركب وبيقول لهم ان بيشوب نجح في المهمه، طلعوه المركب. المهم بيطلع بيشوب وبيقول لهم عايز اعمل مكالمه لجينا. فعلا بيكلمها وبتقول له قدامك 36 ساعه علشان تقتل الشخص التاني، وبيكون شخص اسمه ادريان ملياردير وشغال في تجاره البشر. الشخص ده في استراليا عايش في ناطحه سحاب في الدور ال 58، والمكان اللي عايش فيه مصفح تماما ضد الرصاص. من الاخر كده عايش في حصن منيع صعب جدا الوصول اليه. بعدها بنلاقي كريل مع جينا وبيقول لها الساعه اللي في ايدك دي بتاعت ابو بيشوب، وعمري ما تخيلت ان بيشوب ممكن يقلعها من ايده او يديها لحد. الظاهر انك غالي عنده قوي وهيعمل اي حاجه علشانك. بعدها بنلاقي بيشوب بيجهز للعمليه اللي بتكون شبه مستحيله من كم الحراسه اللي عليه للشقه المحصنه تماما. لكن بيشوب بيروح يأجر شقه في البرج ده وبيصور المفاتيح وبيجهز قنبله صغيره وبيجربها على الازاز، وبيجهز كل حاجه للعمليه، وبيلبس عامل نظافه وبيدخل شقه في البرج وبيبتدي يطلع على الازاز وبيوصل لحمام السباحه ويزرع فيه القنبله اللي كان عاملها. طبعا ادريان وهو في حمام السباحه بيشوف كل ده بس ما بيلحقش يعمل اي حاجه، ومره واحده بنلاقي الحمام بينهار وبيقع ادريان ويموت. بعدها بيكلم جينا اللي بتحاول تعرفه مكانها، وفعلا بيعرف مكانها اللي بيكون في مرسى مراكب. المهم بياخد هليكوبتر ويروح يدور عليها، وبيروح لها اليخت اللي هي عليه ويطلع بحرص وبيشتبك مع كام واحد كده وبيقتلهم ويدخل في مطاردة قوية معاهم. لكن بيمسكوه في الاخر وبيقابلوا كريل وبيقول له نفذ المهمه الاخيره والا هقتل جينا، ولو عملت اللي انت عملته ده تاني اعتبر صفقتنا ملغيه. بيشوب بيضرب الرجاله اللي معاه وبيهرب وبيبعت له رساله ويقول له المهمه الثالثه بتاعتك يا بطل انك هتروح على بلغاريا، هناك هتلاقي تاجر سلاح امريكي اسمه ماكس، وبيقول له هتروح لمبنى تذكاري يعود لبلغاريا الشيوعيه. ماكس مستغل المكان ده وعامل فيه اقوى نظام امني شامل، وفي تحت الجبل حوض محصن مخفي بيخزن فيه ماكس غواصات صواريخ باليستية عابرة للقارات. يقول له مفيش اي حد يقدر يدخل او يخرج من المكان ده، وان كتير قوي حاولوا لكن كلهم ماتوا، وان وقت الهزار خلص، وان دي اصعب مهمة ممكن تعملها، وكمان ده اصعب مكان يمكن اختراقه. بيشوب بعد ما بيدرس ازاي يدخل هناك بيلاقي مفيش الا حل واحد، هو ان في مروحية من المستشفى هي بس اللي بتدخل هناك. فبيروح وبيضرب واحد من الرجالة بطلقة علشان المروحية تروح هناك وتاخده، وهو بيكون مستخبي فيها. المهم انه بينزل وبيدخل جوه وبيحط جهاز يبوظ الكاميرات، وهو في طريقه بيضرب كام واحد. بينزل ماكس للأوضة المحصنة بتاعته لكن بيشوب بيفجر الأسانسير، لكن بيكون ماكس نزل ودخل الأوضة المحصنة بتاعته. لما بيدخل بيلاقي بيشوب قاعد قدامه، فبيقعدوا يتكلموا الاتنين مع بعض، وبيشوب بيقول له أنا جاي أعقد معاك صفقة، وماكس بيقول له أنت اللي أكيد قتلت كايل وأدريان، فبيقول له آه، والمفروض كنت أقتلك أنت كمان التالت، لكن أنا جاي أعقد معاك صفقة إن إحنا نتخلص من كريل، والخطة هتكون إنه هيمثل إنه قتل ماكس، وجثته والمقتنيات بتاعته كلها هتبقى في حوض الغواصات علشان كريل يبعت رجالته هناك عشان يعرف بيشوب يصطادهم. فعلا بينفذوا الخطة، وبيكون حاطط له قنبلة على الكوبري ده وبتنفجر بشكل معين، وبيقع ماكس في المية، وبيكون بيشوب مستنيه تحت بأنبوبة أكسجين، وبيوصلوا للشاطئ وبيتصل بكريل وبيقول له نفذت لك المهمة، عايز جينا. فبيقول له لما اشوف جثة ماكس، فبيقول له هتلاقيها هي وكل المقتنيات بتاعته في حوض الغواصات. كريل بيبعت كل الرجالة هناك، بيكون بيشوب مجهز المكان وحاطط قنابل في كل مكان، وبيبتدي يشتبك معاهم وبيضرب عليهم نار وبيموتهم كلهم. طبعا كريل بيبقى قاعد وشايف كل حاجة بتحصل، وبيكون مستنيه وعارف انه جايله، وبيأمن على الرجال اللي على المركب كلهم. وفجأة بيظهر بيشوب ويدخل في معركة عنيفة مع رجالة كريل اللي عددهم كبير جدا، لكن بيشوب بينجح انه يقضي عليهم كلهم. وجينا بتكون بتتخانق مع واحد من رجالة كريل وطلقة بتخدش بطنها. بعدها بيشوب بينجح انه يخلص على كل اللي بيقابله، وبيتقابل مع جينا اللي بتقول له ان كريل ظبط حاجة في المركب هنا وجري. وبيشوب بيعرف ان هو هيفجر المركب، وبيركب جينا حاجة كده اسمها كبسولة الانقاذ،
بيرجع هو ويشتبك مع كريل، ويدخلوا الاتنين في معركة قوية جدا مع بعض لحد ما بيشوب بيربطه في اليخت، وكريل بيقول له مش هتلحق تهرب علشان اليخت كله هينفجر، ومش هتلحق تبعد عن مكان الانفجار، ومهما بعدت الانفجار هيطولك. بيجري بيشوب جوه اليخت، وبعدها بلحظات بينفجر اليخت كله، وبتيجي الشرطة والإسعاف، وبنلاقي جينا قاعدة بتعيط علشان مفيش أي حد نجي من اليخت، وواضح إن بيشوب مات. في نفس الوقت ده بيكون واقف ماكس هو ورجالته، وواحد من رجالته بيقول له بيشوب ما قدرش ينجح، فبيقول له حتى الأساطير بتموت. وبيمشي ماكس، وبترجع جينا لمأوى الأطفال بتاعها، وبتكون حزينة جدا علشان بيشوب مات. وفجأة بتبص بتلاقي بيشوب عايش. بعدها بنلاقي ماكس قاعد بيتفرج على كاميرات المراقبة، وبيلاقي إن كل يخت بيكون فيه حجرة فولاذية، وبيقرب الكاميرات أكتر، وبيلاقي إن بيشوب كان في الحجرة الفولاذية اللي جوه اليخت، وبيضحك ماكس. وبيكون كده خلص فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة علشان اللي جاي عظمة. سلام.